واخيرا جبت حاجات رمضان من اول 20 و30 جنيه، كل الاشكال الفوانيس المبهجه اللي انتم ممكن تتخيلوها لرمضان واللي بتنور وغير. وحرفيا ده اجمل مكان ممكن تروحوه في مصر، مليان كل حاجه لرمضان نفسكم فيها وممكن بتدوروا عليها كمان. فوانيس رمضان وهلال ونجوم وكل الاشكال اللي انتم ممكن تتخيلوا. وعندهم كمان تحف اباجورات كده ذهبيه تحفه جدا. وجبت كمان الفانوس الرمضاني ده كان عامل 100 جنيه حرفيا، بعيدا عن ان الدنيا كانت زحمه جدا بس المكان يستاهل. وكمان في كل فوانيس الاطفال من اول 30 جنيه، غير انهم عندهم اشكال فنانيس والكبير قوي ورمضان كريم وكل الاشكال بتاعت الفوانيس المبهجه دي. وكمان عندهم كل الالوان بتاعت الفوانيس ببوجي وطمطم. يا سلام كده لما تنزلوا تتمشوا وتشتروا فوانيس رمضان في الاجواء الرمضانيه دي، بجد بسم الله ما شاء الله مفيش اي حاجه بتدوروا عليها مش هتلاقوها في المكان ده. لا مش بس كده، كمان فوانيس رمضان الحديد والقماش والستاير وبوجي وطمطم. وكمان عندهم جميع مبخره رمضان بالاشكال والالوان وجميع الزينه بتاعت رمضان، وعند كمال سعد، وده بقى كان اشهر واحد هناك. والمكان هو موجود في اسكندريه في المنشيه بالظبط كده في نص المنشيه. وده كان اول فلوج، استنوا